السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. انا النهاردة عايزة اقول لكم داخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وبعافية. طبعا بنجهز لرمضان والمسيحيين بيجهزوا لعيدهم، واللي هو انا ما انا مسيحية وبجهز لعيدي، واخواتي المسلمين بيجهزوا برضو لشهر رمضان المبارك. أعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وكل سنة وانتم طيبين جميعا، مسيحيين ومسلمين. انا عايزة اقول لكم، انت دلوقتي عايزة تغيري اي شيء او تطوري من البيت حتة كده عشان تعرفي تقضي رمضان في جو جميل رومانسي. انا مثلا اول حاجة عملتها حيطة زي دي لونها مش حلو في اوضة كاملة، غيرتها للون ده. فيعني جبت النقاش، مش انا اللي عملتها، وغيرها لي للون ده. طبعا عملت معايا فرق شاسع في جمال الأوضة. عايزاكي اي حاجة بسيطة زي كده هتغير معاكي وتحول البيت من لدرجة 180%، يعني الدرجة جميلة قوي، وكأنك غيرتي حاجات كتيرة رغم ان هي حاجات بسيطة جدا اللي انا غيرتها. حيطة في اوضة المعيشة اللي هي البامبي خليتها ده، جنب حيطة كان احمر في الريسبشن برضو خليته نفس اللون ده. قوليلي كلفتك كام يا نجوى؟ هقولك حيطة زي دي قد دي تاني في الريسبشن، يعني عرض طولها 3 متر وارتفاعها 2 متر، زي اي طول حيطة. فكلفتني 1000 جنيه، 450 جنيه بوهية. وكمان ما تنسوش الالوان اللي دربها لي، اللون اللي دربولي على البوهية، واتبقى شوية بوهية عمل لي بيهم البلكونة، النص اللي تحت كله بتاع البلكونة. يعني فوقتي منظر، يعني كأنك سرقتي المنظر الجميل في النهاية، من منظر كان وحش لمنظر جميل. وطبعا هوريكم في النهاية الفرش بتاع الأوضة دي بقت جميلة قد ايه بالحيطة اللي انا عملتها الجديدة دي. عايزة كمان اقول لكم ما تنسيش تشتركي، لاني هتفوتك حاجات كتيرة، لان انا عاملة سلسلة كاملة من التغييرات بمناسبة شهر رمضان وبمناسبة عيد القيامة المجيد. وطبعا هنقدم افكار تانية كتيرة. لو عجبك الفكرة دي اللي انا عملتها، يا ريت تشتركي في القناة وتعلقي بكومنت حلو، وما تنسيش اللايك. باي باي، مع السلامة.